أنا عشت 25 سنة من حياتي في مصر و9 سنين في ايجيبت. أول 25 سنة في حياتي كنت عايشهم في العمرانية. العمرانية للي مش عارف هي منطقة شعبية زي بولاق ومبابة، بس العمرانية كانت يعني مشهورة شوية، كانت بتيجي في مسلسلات وأفلام كتير قوي وبتاع زمان. العمرانية عبارة عن منطقة جوه الهرم، والهرم ده في الجيزة. الهرم ده مكان كبير مطلع عظماء حرفيا. عندك احمد مكي طالع من الطلبيه، عندك محمد رمضان، عندك تامر حسني، عندك بقى ناس كتير غير اللي مشهورين يعني غير السليبرتيز. ففي ناس عظماء طالعين من الهرم، وهقول لكم في الحلقه بتاعت النهارده ليه انا بتكلم بالذات على الهرم وعلى منطقتي طبعا العمرانيه. بس يعني انا اللي جاي اقوله في الفيديو دوت هو خبرتي في العيشه في مصر 25 سنه، وبعد كده العيشه في ايجيبت، اختلاطي بالناس بتوع مصر، وبعد كده اختلاطي بالناس بتوع ايجيبت. وبما ان الموضوع ترند وكل الناس بتتكلم عليه، فانا حابب اتكلم في كام نقطه كده مهمين يعني، وشايف ان هم مثيرين قوي للجدل. يعني مثلا عندك ان زمان كان بيحصل حاجه عكس اللي بتحصل دلوقتي تماما. يعني دلوقتي تلاقي مثلا الشاب اللي مولود في كومباوند او مولود في حته نظيفه عامه يعني كده، بتلاقيه عايز يبقى شبح، بيتشبحن يعني في المعامله، وبيحسسك ان هو جايبها من تحت، وبيحسسك ان هو يعني عنده الستريت نوليدج اللي احنا بنقول عليها علم الشارع يعني. ده حصل بعد ثقافة الراب. قبل ما الراب يبقى موجود في مصر والرابرز يبتدوا يقولوا في الأغاني أو ياخدوا الأغاني للحتة بتاعت اللي هو أنت مش هتبقى جامد غير لو أنت جاي من الشارع. ما كانش حصل كده، لأن قبلها كان بيحصل العكس تماما. قبل ما الثقافة بتاعت الراب العربي زمان بقى احنا في المناطق الشعبية، ما كانش قبل المهرجانات بقى كمان. أنا عندي 34 سنة، فأنا لما أتكلم هتكلم على الجيل بتاعنا، اللي هي الطبقة المتوسطة اللي كانت عايشة في منطقة شعبية وأهلها عايزين يدخلوهم مدارس كويسة ويعلموهم كويس وبتاع، بس هو منطقته كلها شمال في شمال. ده محاط بتجار مخدرات ومسجلين ولازم تتعامل معاهم، وإلا خليك قاعد في بيتكم وما تنزلش الشارع. فأنا هتكلم عن الجيل ده والطبقة دي اللي من جيلي وعاش الحياة دي. أحلى مسا عليك، أنت هتفهم أنا بقول إيه. اللي مش من جيلي أنت هتستفاد قوي قوي من الفيديو دوت، بس اسمعه للآخر. قبل اي حاجه ازيكم، وحشتوني، يا رب تكونوا بخير كلكم. على فكره الفيديوهات اللي انا بطلع اتكلم فيها دي بالنسبه لي بقت ثيرابي، بقت علاج يعني. لان انا من النوع اللي بحب اكبر دماغي وما بحبش اجادل قوي مع الناس، وعندي نظريه انا ماشي بيها. اجادلك ليه واخش معاك في حوار وانا ممكن اقول لك صح وتفضل في نظري حمار؟ انا ماشي بالنظريه دي طول حياتي يعني، ما بحبش اجادل ما بحبش اقعد اقول لحد لا اسمع الصح وبتاع، لان بالنسبه لي الحياه كلها جوك اصلا. يعني ما حدش هيطلع منها حي، فالموضوع مش مستاهل يعني. فالفيديوهات بالنسبه لي دي ثيرابي بقى، ده العلاج بتاعي. ده بحب اقعد اتكلم كده وببسط قوي يعني، ان في ناس بتسمع حتى لو عددهم قليل. يعني الفيديو حتى لو بيجيب 200 300 مشاهده، والله العظيم انا بفرح وببسط. ولما حد بيكتب كومنت حتى لو مش ايجابي، حتى لو حد بينتقد او حاجه، برضو ببسط جدا يعني. ف يا رب يكون كلامي مفيد للناس وحد يتعلم منه حاجة يعني. فنرجع لموضوعنا النهاردة. آه، اللي كان بيحصل زمان كان عكس اللي بيحصل دلوقتي تماما. يعني اللي كان من منطقة شعبية كان بيتكسف يقول ان هو من منطقة شعبية. يعني مثلا لو انت زي ما بقول لك من الطبقة المتوسطة، اهلك دخلوك مدرسة نظيفة، وبعد كده دخلت جامعة يعني نظيفة شوية، او اختلطت عامة في شغل او في اي حتة بناس حاسسهم من طبقه غير طبقتك شويه، فبتتكسف. انا كنت بتكسف مثلا في الجامعه اقول ان انا من العمرانيه، فكنت بطلع بره على قد ما اقدر. العمرانيه دي جوه الهرم، جوه اكتر، بلعات بلعات، جوه جوه جوه. فانا كنت بطلع بره على قد ما اقدر. انا منين؟ انا من الهرم. منين؟ من عشان الهرم من بره. وانا بركب توك توكين عشان اخش جوه. بس وكل ما اقدر اطلع بره اكتر بطلع بقى، فاهم؟ آه، فاللي بيحصل دلوقتي العكس تماما. الشباب اللي من المناطق الشعبيه دلوقتي بحس ان هم فخورين جدا بالموضوع. وانا نفسي بقيت فخور جدا. بقيت بقول للناس كلها يا جماعه انا اتربيت 25 سنه من حياتي في العمرانيه، انا اتعلمت من العمرانيه كل حاجه. انا فعلا فخور، انا مش بقول كده وخلاص، انا فخور جدا ان انا من العمرانيه. والمنطقه دي علمتني كل حاجه في حياتي، وانقذت حياتي. زي ما هي كانت ممكن تموتني، هي انقذت حياتي. ده اقول لكم ازاي دلوقتي. العمرانية موتت ناس كتير، أنا مش ببالغ. أنا كنت في شلة فيها مثلا يمكن 20 شاب. ال 20 شاب دول صفصفوا في الآخر على 3 4 مثلا هم اللي فاضلين دلوقتي. الباقي كله يا مات يا اتحبس، والله العظيم بدون أي مبالغة. الباقي كله يا مات يا اتحبس.
فالعمرانيه زي ما خدت ناس كتير، بس اللي بيسرفايف، اللي بيعرف يتعايش ويكمل ويطلع بره، بيطلع منك برنس فيرجن، مش هيطلع منك لو اتربيت في اي مكان تاني في العالم. ومش بس عمرانية، يعني اللي كلامي على اي منطقة شعبية طبعا، مناطقنا الجميلة يعني. ليه بقى انت لما بتسرفايف في المناطق دي بتتعلم غريزة البقاء من الاخر يعني لما تقابل حاجات صعبة قوي. آه، طبعا يعني مش عايز احكي تاني، لان انا الفيديو اللي فات بما ان احنا ابتدينا نحكي قصص وكده، وانا مبسوط ان انا بحكي لكم، يعني في فيديو فات اسمه قصص مرعبة حصلت لي بجد، هتلاقوه موجود. آه، بحكي عن حاجات مرعبة حصلت لي، كان معظمها كان حاجات في العمرانية يعني وكده. فلو عايز تعرف ايه الحاجات الصعبة اللي ممكن تعدي بيها، يعني انت ممكن تروح تتفرج على الفيديو ده. فلما تعدي حاجات صعبة قوي زي دي بتبقى عندك مناعة مش طبيعية يعني اقول لك مثلا، يعني مثلا انا دخلت خناقات وانا كبير بقى مش وانا صغير، بعد ما مشيت من عمرانية يعني. طبعا خناقات العمرانية الحمد لله، الحمد لله أنا طلعت منها سليم، الحمد لله أنا عرفت احمي وشي، مع اني خدت كام خبطة بس الحمد لله عرفت اضيعهم يعني. عامة لو حد عنده سكار، لو حد عنده ندبات اللي هي من جروح، من خناقات، من حادثة، من اي حاجة، في كريم حلو قوي اسمه سكارو. بجد والله العظيم سحر يعني سحر. آه، هتقعد تستعمله شوية، لو عندك أي حاجة في وشك ما بتروحش هتروح، بس لازم تقعد تستعمله بعد الخبطة اللي جات لك على طول أو الحادثة أو أيا كان، وادعي لي يعني. المهم يا سيدي إن الحمد لله حافظت على وشي يعني. الحمد لله شكلي زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو، بتعامل مع طبقة تانية خالص. انا دلوقتي في ايجيبت، انا دلوقتي ساكن في كومباوند وبتعامل مع طبقة تانية خالص، ومحدش يعرف حاجة، وانا دلوقتي اهو انا بتكلم وبحكي ومبسوط اني بحكي. بس حرفيا انا في ناس بتعامل معاها فاكراني مثلا مولود في امريكا، طبعا عشان التاتوز وشكلي وبتاع. في ناس فاكراني مولود في بالم هيلز. محدش عارف ان محدش عارف ان انا جعت من الاخر يعني. دلوقتي الموضوع بقى موضة، وفي ناس كتير قوي تقعد تقول لك اصل انا وانا صغير تعبت واشتغلت كل حاجة ومش عارف ايه وبتاع. في ناس حقيقية طبعا، بس 90% من الناس اللي بتتكلم وبتقول كده مبقاش حقيقي، لدرجة ان انا مبقتش قادر احكي كتر ما الناس بقت بتحكي وتقول احنا تعبنا وعملنا وجينا. بس كام واحد جاع بجد، كام واحد اتعرض لمواقف صعبة، كان لازم يبقى ايمانك قوي قوي بربنا عشان تعرف تطلع منها. كام واحد اتحط سكينة على رقبته واتقال له هات اللي في جيبك، مش مرة ولا اتنين، ده كل يوم. كام واحد اضطر يشيل سلاح في وقت من الاوقات. انا بتكلم بصراحة بقى في كل حاجة، عشان انا زي ما قلت لكم الفيديوهات دي ثيرابي يعني. كام واحد اضطر يشيل سلاح عشان لو ما عملش كده، بقول لك مش هتنزل من البيت، يعني هتحبس في بيتك. آه، فبحس ان دلوقتي الموضوع بقى كليشيه قوي، اللي هو كله بيقعد يقول الكلام دوت وتلات ارباعه مش حقيقي يعني. فالحقيقي بقى مش عارف يتكلم يقول ايه. المهم ان الظاهره اللي موجوده دلوقتي ان الشباب اللي ساكنه في مناطق نظيفه او مولودين في كومباوند او كده، هو عايز يتقمص الشخصيه دي. فهتلاقي على التيك توك بقى شباب نظيفه قوي من المعادي، ولا مش عارف من كومباوند ايه ولا ايه، يقول لك احنا بنندب فلان ورايحين نعمل مشكله مع فلان ومش عارف ايه وبتاع. ليه يا حبيبي؟ ما انت يعني انت مولود في منطقه كويسه، اهلك مهتمين بيك والدنيا جميله وبتاع، ليه عايز تعمل في نفسك كده؟ آه، الحاجه الوحيده الصح في ان انت تقعد في الشارع، ان انت تاخد العلم بتاع الشارع زي ما قلت، الستريت نولج ده اللي انا لسه كنت بكلمكم فيه. دي حاجه عمرك ما هتلاقيها على الانترنت. يعني انت لو دخلت تدور على الانترنت وتحاول تتعلم العلم بتاع الشارع ده، مستحيل تعرف تعلمه، حتى لو حد زي قاعد بيحكي لك كده مش عارف يعلمك حاجه. فانا يعني اقول لك موقف مثلا، بقول لك بعد الخناقات اللي اتخانقتها في العمرانيه دي كلها، في خناقات خانقتها بعد ما طلعت من العمرانيه، كان بيبقى في عدد كبير قوي. احنا في مصر هنا الخناقات ساعات بتزيد وبتكبر، فحتى لو انت فايتر، انا بطل عن تايكوندو مثلا، بس حتى لو انت فايتر وبتعرف تدوج الضربات وتتعامل وبتاع، بس هتعمل ايه مع 10 20 واحد؟ وتخيل لو ال 10 20 دول ماسكين سلاح. هنا يجي دور الستريت نولج، علم الشارع ده، ولا هتلاقيه في الجيم ولا في النادي ولا بتاع الكيك بوكسنج هيعلمهولك ولا بتاع المواي تاي هيعلمهولك. اعلمك تضرب واحد اتنين، بس 10 ماسكين سلاح انسى. هنا يأتي دور علم الشارع. انا دخلت خناقات، كنت ببقى انا واتنين صحابي، والله العظيم، والله 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 اقسم بالله اللي بحكي لكم ده حقيقي.
كنت يعني ده موقف حصل خناقه فيها انا واتنين صحابي مثلا، احنا ثلاثه وبنتخانق مع منطقه كامله، حصل عشان خبطه عربيه، حصل عشان ايا كان السبب يعني. المهم ان احنا وقعنا في منطقه كامله بنتخانق معاها. صحابي بيطلعوا اللي دماغه مفتوحه، اللي واخد واحده في وشه، وانا بطلع سليم 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 سليم، مش ما بتلمسش يعني. هل عشان انا مثلا خارق، او عشان انا جامد قوي، عشان انا سوبرمان؟ لا. بس انا عندي العلم، ما يكفي من العلم ان انا اعرف اعمل ايه، لان انا طول عمري عايش في ده. انا طول عمري جوه خناقات بتبقى اعدادها كبيره، بتتخانق مع بعض، شارع كامل بيتخانق مع شارع كامل. فده بيديك شويه من العلم اللي مش هتعرف تلاقيه في حته تانية. هتتعلمه فين؟ فاهم؟ ما هو كل حاجه بالتدريب. انا عشان ابقى جامد في الام ام اي مثلا او حاجه، هقعد اتدرب كتير قوي عشان ابقى جامد، مظبوط. نفس الكلام في خناقات الشارع. معلش، انت ممكن تكون جامد قوي قوي في الام ام اي، عشان الناس بتقعد تقول لك بقى البادي بيلدر يتخانق مع بتاع الام ام اي، ده يكسب ولا ده يكسب، ومش عارف مين. لا لا لا، في الشارع الموضوع تاني خالص، قصة تانية خالص خالص خالص. وقت ما تشوف السلاح بيلمع قدام وشك وجاي عليك، الموضوع بيختلف تماما. حتة تانية يا مان، والله العظيم. ف فمع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم في الحتة بتاعت ام ام اي ولا البادي بيلدينج ولا مش عارف ايه بتاع الشارع، ملوش دعوة بالكلام ده خالص. فانت لازم يكون عندك علم اللي بقولك عليه دوت، وربنا يستر عليك وتعدي من كام تجربة صعبة كده عشان تطلع بالعلم دوت، وتكون النولج او العلم اللي بقولك عليه دوت، اللي هو علم الشارع يعني ستريت نولج. بالانجليزي اسمها ستريت نولج. بالمناسبة أنا اتعلمت انجليزي آه، بمجهودي الشخصي، من حاجة غريبة جدا، من الأغاني. كنت بسمع راب زمان. وانا ماشي في العمرانيه في المنطقه زمان، كان ممكن تلاقي واحد ميكانيكي ولا واحد مش عارف سروجي ولا ايه مشغل 50 سنت او تو باك بيسمع راب. هتساله انت فاهم حاجه؟ يقول لك لا مش فاهم حاجه. بس هو حاسس بالمزيكا، ممكن يجيب بيحاول يترجمها، يسمع يلاقي الكلام شبهه شويه، لان ما كانش فيه مهرجانات ساعتها. فده خلاني سمعت راب. لان ده كان الاقرب مزيكا لقلب الناس اللي عايشه الحياه دي يعني. سمعت طبعا الوقت دوت الراب كان بيجي توباك، 50 سنت، دي ام اكس. اترجم الاغاني امينيم، اترجم الاغاني الاقيها شبه قوي الحياه اللي انا عايشها، شبه قوي المنطقه بتاعتي. فعجبني الموضوع، اترجم الاغاني اكتر. هوب الانجليش بتاعي بقى كويس، هوب احتكيت باجانب واشتغلت شويه مع اجانب وبتاع، والموضوع مشي والانجليش بتاعي بقى بيرفكت. والحمد لله في هذا الوقت اللي احنا فيه، انا لو اتكلمت مع واحد امريكي هبقى بتكلم زيه بالظبط، مش هيعرف يطلع اكسنت في كلامي يعني. الحمد لله رب العالمين يعني، بفضل ربنا. بس انا كنت في منطقه لو اتكلمت فيها كلمه انجليش في نص الكلام، ده بقى برضه حاجه من الفرق بين مصر وايجيبت. لو اتكلمت في نص الكلام وانت في العمرانيه في الوقت اللي انا بحكي لكم عليه ده مثلا، وانت في نص الكلام كده رحت رامي كلمه انجليش، يلا انت ما تسترجل، انشف تخيل. والله ده اللي هيتقالك. ليه؟ عشان رميت كلمه انجليزي في النص، مع ان ده دلوقتي اللي بقى حلو، فاهم؟ عادي كله بيرمي كلام. ف... فانت متخيل انت هتتعلم انجليزي ازاي؟ يعني كان في واحد صاحبي مثلا كان عايش في امريكا، كنت بحاول اتكلم معاه انجليش شويه عشان اقوي الانجليش بتاعي في الوقت دوت، بس الشباب التانية وهي واقفه لو لقيتني بعمل كده يقول لي طب هو جاي من امريكا انت بتعمل كده ليه؟ ايه ما تنشف فاهم؟ فالموضوع كان مستحيل تتعلم، مستحيل يعني. آه، فالفرق اللي لقيته بقى بعد ما طلعت من المنطقة الحمد لله بصحتي، وربنا نجاني يعني، وطلعت من المنطقة وعزلت. الأول رحت قعدت في كورنيش المعادي شوية، وبعد كده جيت بقى كومباوند في أكتوبر. الحمد لله الحمد لله. كله بفضل ربنا ورزق من عند ربنا يعني. الحمد لله أنا طلعت حي، في غيري كتير ما طلعش حي. آه، فاللي حسيته الفرق بين الناس هنا والناس هنا، خلينا متفقين ان كل حاجه فيها الوحش والحلو. الناس الفقراء او الناس اللي عايشه في بسيطه في مناطق شعبيه وكده عندهم الحلو عندهم الوحش، وبرضه الناس الاغنياء عندهم الحلو. انا ضد جدا الناس اللي تقول لك مثلا مفيش واحد غني دمه خفيف. لا، في واحد غني دمه خفيف عادي، عادي جدا. وبرضه في فقير دمه تقيل عادي برضه. فانا ضد الناس اللي بتحكم على الغني ان هو اسطمبه معينه او الفقير اسطمبه معينه. آه، اللي لقيته بقى مختلف ان لما ابتديت اتعامل مع الناس بتوع ايجيبت دول، اللي هم ما يعرفوش حاجه عن الماضي بتاعه، فاكريني واحد منهم وزي زيهم بالظبط، ان هم بيتقبلوا الغير اكتر شويه، عندهم حته تقبل الغير دي. يعني ما بيحكموش قوي، ما بيقولكش
ان انت لو مختلف عنه يقعد يقل منك او يعني بيتقبلوا شويه. ده ما بلاقوش قوي في المنطقه الشعبيه، الناس ما بتبقاش متقبله الاختلاف قوي. آه، في نفس الوقت في بعض الاغنياء تانيين بيبقوا شايفين ان انت اقل منهم، بيبقوا شايفين مهما حصل بيبقى في حته عنصره كده لو عرفوا يعني. آه، طبعا انا مش بقول يعني مش بمشي احكي للناس اقول لهم ان انا بختلط بيهم دلوقتي، بقول لهمش بس انا جاي من العمرانيه واصل انا عملت، لا لا عادي بسيبهم ياخدوا الفكره اللي هم، ودايما الانطباع اللي بياخدوه ان انا من شكلي ومن لبسي ومن الحياه اللي انا عايشها دلوقتي ان انا زي ما بقول لك كنت عايش بره وجيت، او ان انا عايش في بالم هيلز كده يعني. اللي هو ما فيش اي خلفيه شعبيه تماما يعني، محدش يعرف ده. بس ده بيطلع وقت اللزوم بقى، وده الحلو في اي شاب هرماوي عاش الحياه اللي انا بقولها لك دي، او اي شاب اتربى في منطقه شعبيه. ده الحلو ان انت بتعرف تطلع الشخصيه التانيه دي، بتعرف تلبسها وقت اللزوم. ف فانت صعب تلاقي ان الشاب اللي اتولد في كومباوند او اتولد في المعادي او مش عارف ايه وبيجي يتقمص الشخصيه التانيه بتاعت الشبح دي، مقفوش، مش حقيقي، فاهم؟ بس الشاب اللي اتربى في منطقة شعبية وعرف ينظف نفسه ويتكلم ويعمل ومش عارف ايه، لو تقمص الشخصية بتاعت ابن الناس، لو عمل ابن ناس هيبقى هيتصدق عادي. بس لو انت حرك، لو انت من العمرانية لو انت طالع اصل بص كده كده وانت صغير زي ما بقول لك انت بتبقى بتصدم ان ايه ده الناس عمالة تموت اللي في سني، فاهم؟ والناس ما بتطلعش حياة من هنا ولا في ايه، فاهم؟ الناس بتتحبس وبتموت وبتدمن مخدرات وايه الشغلانة السوداء دي. فانت بتبتدي تفكر في حاجة من الاتنين، يعني انا خلاص دي نهايتي وابقى زي الناس دي، يا الا بتتفكر لا انا عايز اطلع من هنا. طب انا لو عايز اطلع من هنا يبقى انا محتاج انضف نفسي شوية، فتبتدي انت تنضف نفسك واحدة 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 لحد ما تبتدي عقلك يتغير وتبتدي تشوف رؤية مختلفة وتبتدي تعرف على ناس مختلفة. طبعا انا بكلمك في حاجة قبل السوشيال ميديا والتيك توك. فانت لو انت عايز تنضف ما كنتش هتعرف تنضف من خلال رؤية، من خلال فيجن، مفيش حاجات مرئية قدامك، مش هتشوف فيديوهات فهتفهم فهتنضف فهتسمع، لا مفيش الكلام، ما كانش في حاجة اسمها مصر وايجيبت، انت فاهم؟ فانت اللي هتضطر تعمل ده وتعيش الاكسبيرينس دي في الشارع، تحاول تعرف على ناس نضيفة شوية وتتعامل معاها وهكذا يعني. فاللي انا عايز اقوله ان لو انت من ايجيبت انت محتاج الستريت نولج دي، مش هتحصل بقى بان انت تتشبحن على التيك توك وتعمل فيديوهات وتقول انا بنتج فلان وتقعد قعدة الحبسجية ومش عارف ايه وبتاع وتقعد تشكل لا، هي مش هتيجي كده، هي هتيجي بان انت دماغك تشتغل، ان انت تنزل الشارع تتعامل مع اقل حد وتتعامل مع اعلى حد، وتعرف ده بيتعامل ازاي وتراقبه وتشوف بيتكلم ازاي، وتراقب على حد وتشوف بيتكلم ازاي، وتعرف تتكلم مع ده وتقنعه ان انت شبهه، وتعرف تتكلم مع ده وتقنعه ان انت شبهه. لازم لازم تتعلم ده، فاهم؟ ولو انت من منطقة شعبية فانت برضو محتاج تتعلم ده. انت هتبقى اوريدي بتعرف تتعامل مع الناس البسيطة، في نفس الوقت لازم تحاول تعرف ازاي تتكلم مع ارقى حد في الدنيا، لان شغلك لو انت عايز ترتقي يعني هيحتم عليك ان انت تتعامل مع ناس طبعا كده. فانت لازم تلبس الشخصيتين بأي طريقة، لازم. وده الذكاء الاجتماعي يعني، السوشيال انتليجنس، اللي انت بتعرف تبقى بتعامل مع اي حد بطريقته وما تخلوش يحس ان انت مختلف او غريب عنه يعني. فانت لو محتاج تتعلم اي حاجة فانت مش محتاج تتعلم ازاي تبقى شبح، مش محتاج تتعلم ازاي تشيل سلاح، مش محتاج تتعلم الحاجات دي، على قد ما انت محتاج تتعلم تتعامل ازاي، تبقى ذكي ازاي. اللي انا بقوله لك على الخناقات دوت خلي بالك، انت ممكن تبقى شبح وبتشيل سلاح ومش عارف ايه وبتاع، وتروح تخش خناقه مع زمايلك وتاخد خبطه في وشك تتعكنن عليك بقيت حياتك، تفضل طول حياتك شايل في وشك وليلتك سودا وما تعرفش تشتغل، ما تعرفش تعمل حاجه، ما تعرفش تظهر اصلا قدام الناس، تبقى متضايق طول عمرك ان انت، وممكن ما تعرفش تعمل لها تجميل كمان. فانت محتاج الذكاء اكتر ما انت محتاج تبقى شبح. ده هدف الفيديو، الذكاء. زي ما بقول لك ان انت تخش خناقه ما تتلمسش، محدش يعرف يلمسك. يعني ممكن اقعد اشرح لك ازاي، بس برضو مهما شرحت لك انت محتاج تخش تجربه دي. يعني ممكن اقول لك انت لازم تزنق ظهرك في الحيطه او في عربيه لو انت بتخانق في خناقه فيها ناس كتير حواليك. دي اول حاجه مبدئيا كده، السلام عليكم، انت لازم تزنق ظهرك في حاجه عشان ما ينفعش حد يجي لك من ظهرك من الاخر، فانت لازم تبقى شايف كل حاجه. تمام. في بقى شويه بصات
شويه حاجات انت لو عملتها الناس هتبقى خايفه تقرب منك انت بالذات. يعني لو انت بتتخانق ومعاك ناس كتير هتلاقي الناس دايما دي بادي لانجوج بقى، برضه هتعلمها من الشارع يعني. تلاقي الناس بتخش على اللي معاك، وكل ما حد يقرب منك هو بيفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما يحاول يخبطك خبط او بتاع، هو خايف من رد فعلك. ده بشويه نظرات وبادي لانجوج وبطريقه معينه انت هتعملها هتوصل الرساله اللي انت عايزها وخلاص. الناس دايما بتخاف من الغموض، بتخاف من اللي مش فاهماه او مش عارفاه. فلو الناس مش فاهمه انت ممكن تعمل ايه، رد فعلك ممكن يبقى عامل ازاي، الناس دايما هتبقى خايفه يعني. ف انا لو قعدت اشرح لك انسى انك تجمع اي حاجه، انت لازم تاخد التجربه دي بنفسك يعني. ربنا يسترها عليكم كلكم. وفي الاول وفي الاخر انت لو راجل كده كده هتعدي بحاجات صعبه وهتتخانق فانا مش جاي احرضك على حاجه، لان انا عارف ان انت كده كده هيحصل لك بلاوي وهتتخانق، والا مش هتتعلم حاجه يعني. كل اللي انت محتاجه ان انت تخلي بالك على نفسك وتحاول تطلع سليم من كل حاجه، و... وتحاول دايما تشوف الغلط من الصح وتعرف تفرقهم عن بعض. لان انت في يوم من الايام بعد كل الصياعه اللي هتعملها وبعد كل الدروشه اللي هتدروشها، انت هتيجي في يوم من الايام تكبر، تبقى عندك حاجه 30 سنه كده زيي، هتبتدي تشوف كل حاجة بطريقة مختلفة، وهتبتدي تهدى وهتبتدي تشوف الدنيا كلها بطريقة مختلفة خالص. فاعمل حساب اليوم ده، انت مش تفضل صغير على طول، اعمل حساب اليوم دوت بس مش اكتر. فاعمل حساب انت لازم تنضف يعني. بس فسواء انت من ايجيبت او من مصر، انت هتكبر في يوم من الايام، وكل ده هيبقى ماضي انت هتضحك عليه اصلا. هتبقى محتاج تبقى شاب طبيعي ونضيف، وعندك شغلك والبيزنس بتاعك وبتتعامل مع كل الطبقات. فاعمل حساب اليوم ده مش اكتر بس. ده اللي كنت عايز اقوله لكم النهارده. عايزين تعملوا سبسكرايب اعملوا، مش عايزين تعملوا ما تعملوش عادي، مش فارقه. انا بتكلم ومبسوط اني بتكلم. عايزين برضو تعملوا لايك اعملوا، مش عايزين مش مشكله. بس لو عملتوا I appreciate it، هقدر ده جدا يعني. وكل سنه وانتم طيبين، بمناسبه رمضان قرب، وان شاء الله نعمل فيديوهات كتير في رمضان. بس استنوا الفيديو الجاي. باي باي.